5 سنين وانا كنعرف عصام. 5 سنين ديال التجرجير، القرايه، دوزنا الشوماج بجوج، خدمت انايا، عييت في الخدمه، طبت في الخدمه، باقي تنتسناه كل نهار. اليوم غدا بعد غدا، اليوم غدا بعد غدا. عييت فيه من 5 سنين كامله وانا تنطلب فيه، تنقول له اجي غير طلبني من دارنا وخطبني، غير باش من نبقى خارجه معاك ما نلقاش نلقى مشكل مع با وامي وخوتي والناس. والو، لا ما بغيتش نجي دابا، لا حتى نخدم ونجيب عزي، لا حتى ندير مستقبلي، ولا غير تنتسنى في هذا المستقبل فوقاش يدار. 5 سنين، العام الاول الثاني الثالث الرابع الخامس، راه بزاف. كون كان كيدير غير ابسط حاجه كون دار هذا المستقبل. والو، فاش تخرجنا مشى هو جلس نيشان في الدار عند مو، وبقى تا غير النعاس والفياق حتى الجوج، النعاس والفياق حتى الجوج فقط. وكانت عنده واحد اختو في برا كتصيفط ليه الحوايج، التليفونات، فلوس، ديما مهليه فيه. صافي بردو كتافو وبقى غير جالس. انا اللي بنت كانت فيا النفس عليه. انا كنت خدامه، درت لي زانفيرميير وخدمت، وكنت في رمليه في واحد السبيطار ديال المخزن، وهو بقى هكاك لدرجه وليت انا كنصرف عليه بعض المرات. اختو كتصيفط وانا تنعطيه، وبقى مجرجرني مده طويله. وكانوا عندي بزاف ديال الفرص انني نتزوج، ولكن كنت كنقول هو بيناتنا الحب والغرام والعشره، هو اللي كنتسنى. 5 سنين عباد الله. ملي غيسالي هادشي كله جات اختو من برا، دخلت للمغرب، حيت طولات هي بزاف تمايا، تا ولات عندها الجنسيه اكثر من 12 عام وهي برا. دخلت للمغرب، هي دير ليه مشروع، هي في الحقيقه دارت مشروع لراسها، ولكن هو دخلته معاها. كانوا داروا واحد المحل ديال الديكوراسيون، التريات وداكشي ديال الزاج، لوحات، كريستال، ومحل كبير داروا في وسط المدينه فيه شي 3 الكراجات، وهو خدم معاها تمايا. صافي السيد ولا خدام ولا حس براسو تيدخل الفلوس، ولا حتى هو عنده قيمه في المجتمع. صافي وفرحت ليه انا بزاف. واحد النهار وانا ندير ليه واحد الحفله مفاجاه، مشيت للقهوه وريزيرفيت البلاصه، وعيطت على البنات صحاباتي والدراري صحابنا اللي كانوا كيقراو معنا اللي كيعرفوه. جبت الحلوه، ما خليتش، ما درت كلشي انا اللي خلصته. وديك الحلوه كتبت فيها مبروك عصام. صافي كنتسناه وجا وتحضر الحفله وتصورنا وعجبو الحال وفرحنا. وفرحت انا بزاف، كنقول اخيرا غنسد الفم عباد الله، اخيرا غادي نجمعوا انا وهاد السيد هذا في الحلال. صافي السيد خدم ولا معمر الوقت مع اختو بزاف، كانت اختو كبر منه. ما بقاش كيجاوبني في التليفون، ما بقاش كيبغي يخرج معايا، ميساجات ديالي كيخليهم هكاك معلقين. في الاول كنت كنقول راه ماشي مشكل، غير اختو هذيك ماشي شي وحده برانيه، ماشي مشكل، اللهم يتلاها بعدا في الخدمه. صافي بقيت كنميك شويه. السيد بديت كنحس به انه ماشي غير على اختو على الخدمه، السيد اصلا ما بقاش كيتسوق ليا. صافي خدم ودار الفلوس ويتقلب 180 درجه داك السيد. ما عرفت علاش، واش المشتاق الى فاق، واش بالي راسو كيستاهل شي وحده اخرى احسن مني. وانا زعما صبرت ليه على كل شيء، وكنا كنخرجوا كناكلوا غير الزريعه، كنا كنمشيو كندوروا المدينه كامله برجلينا، كاع الصناد اللي قطعتهم عليه. كنت كنصبر على بزاف د الحوايج. المرات الوحيده القلال اللي كانت يديني القهوه، كنا كنجلسوا كنت كنكونسومي ارخص حاجه، ولا بعض المرات ما كنكونسوميش كاع، كنقول بغيت نشرب غير الماء. هز ليه الهم، يمكن واقيلا طحت ليه من عينيه وقال هذه هي شي وحده، هذه حمقانه، خصني شي وحده تكون كلاس وداك الشيء. حتى راه كاين هاد النوع ديال الرجال، كاين هاد النوع هذا اللي كتكوني انت كتنازلي معاه كتواضعي وكتبقاي تاخدي داك الشيء رخيص، وما كتقوليش ليه ديني لهنا ديني لهنا، واللي جابها لك كتفرحي بها. كتسحب ليه انت راكي ما عمرك ما شتي هذاك الشيء، وانت راكي غير مدينيله ومسكينه وما دافيك حتى واحد، ما كيعتبرهاش تواضع منك. كيسحب ليه انت راكي غير في الحضيض كاع. كاينين هاد الرجال اللي كيفهموا داك التواضع ديالنا على حساب اننا حنايا ما عندنا قيمه. قليل الراجل الحقيقي اللي كتواضعي معاه وكتكبري في عينيه، قليل هاد النوع ديال الرجال الحقيقيين. ما عليناش. انا بديت كنتعصب وليت كنشد معاه المواضيع نيشان. كنقول لي عصام شنو واقع عليك، علاش ما بقيتيش كتديها فيا،
علاش ما بغيتك تبارك الله خدمتي هادشي داز عليه عام وهو خدام وبخير والسيد غادي جاي هو وختو الفلوس كيدخلوا ولا تيلبس مزيان ولا تقاد تقدر. كنقول ليه عصام علاش ما بقيتيش كتهضر معايا؟ يا كنتي كتقول لي غير نخدم ونجي نخدمك، فوقاش حنا نتزوجوا، فوقاش نديروا مستقبلنا، فوقاش راه كبرنا تبارك الله، راه 27 عام الواحد. كيقول لي لا وانتي وانا يتبرزيد وانا هذا، وكان ديما كيبقى يقول لي اوف عاوتاني كتبقاي تنكديها عليا، اوف عاوتاني غتبقاي تبكي عليا. السيد ما بقاش كيتحملني كاع. ملي ما كانش خدام كان واخا نبكي عليه تيعنق ليا وكيقول لي اسكتي وهذا اي حاجه درتها كانت كتعجبو، نبكي نضحك اللي دات. ملي خدمت تقلب 180 درجه كما قلت لكم. ولا كيقول لي انت كتضلي تبكي عليا، انت فيك غير النكد، انت كتضلي كتكرهيني في حياتي، انت هذا صافي صافي صافي. كيبقى يقول لي صافي صافي سكتي سكتي سكتي. كنبقى نهضر ونقول ليه فوقاش غنديرو كذا فوقاش غنديرو كذا، كيبقى يقول لي صافي 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 مرضاتني هاد الهضره، صافي صافي اوف عاودي عاوتاني على نفس الاسطوانه، صافي بركه بركه صافي بحال هكا. ما بقاش كيتحمل هضرتي كاع. صافي وهضرت مع صحاباتي واصلا كلشي كان كيعرفني مع عصام، كلشي راه 5 سنين راه تبارك الله. هضرت مع صحاباتي ومع الناس هكا اللي كنعرف، وقالوا لي شوفي انت صافي سكتي سدي فمك مابقايش تهضري معاه، حيدي المرا من التليفون، ما تقيله تسولي فيه لا والو، شوفي ديك الساعه شنو غادي يدير هو. داكشي اللي درت، حيدت النمره من التليفون واخا كان جاتني صعيبه، بحال حيدت قلبي من بلاصتو ولا حيدت شي عضو من الاعضاء ديال الجسم ديالي حيدته. حيت راه 5 سنين، واش عرفتي شنو هي 5 سنين؟ راه 10 طويله. راه ولفت كل صباح نهضر معاه وكل عشيه نهضر معاه، هو اللي كاين فقط. يعني باش تجيو تحيديه بين ليله وضحاها راه صعيب. حيدت النمره، حيدت فيسبوك، حيدت كلشي، قلت ما غنهضرش معاه. النهار الاول، الثاني، الثالث، عرفتو تيجي داك الميساج ديال اتصالات المغرب ولا ديال انوي ولا ديال اورانج على حسب شنو عندكم، تيجي داك الميساج ديال الروشارج ولا شي حاجه، كنطير من بلاصتي، كنقز، كنقول هو اللي صيفط ليا ميساج، كنجي كنلقاه ميساج ديال اتصالات ولا ديال انوي ولا باش ما نديروش الاشهار. هكذا صافي. وكنشوف حتى كنعيا، كنقول ندخل دابا نقلب فيسبوك ديالو ولا ما ندخلش، نعيط ليه لا ما نعيطش. 3 ايام 4 ايام 5 ايام 6 ايام، شنو نقول لكم، شي 10 ايام اللي دوزتها بحال دوزتها في شي سجن ولا في شي حبس ولا في شي، دوزت العذاب الشديد انني ما كنهضرش معاه. ملي كتكوني مرتبطه بشي انسان واحد الارتباط كبير بزاف، راه ملي كتفرقي معاه غير نهار كتحسي بالفرق في حياتك. هكاك اللي طرا ليا انايا، هذيك 10 ايام دازت عليا بحال 10 سنين. ما سول، ما عيط، ما صونا، ما صيفط ميساج. يعني داكشي باينه، السيد ما بقاش باغيني وما بقيتش معمره ليه العين، كان غير مضيباني بيا. ملي خدم صافي دابا بانت ليه هو افاق اخرى، ولا علم الله واش بانت ليه يتزوج شي وحده اخرى زوينه عليا ولا حسن مني، ولا يمكن هادشي اللي بان ليه. يعني انا خصني نتقبلها، ولكن العقل متقبلها، ولكن القلب شكون اللي غادي يقنعو؟ مشيت عنده حتى المحل ودخلت عنده وقلت له ماشي حشومه عليك عصام، واش نسيتيني؟ واش انا كاينه في الوجود؟ واش في خبارك 10 ايام ما هضرتيش معايا؟ قال لي والله ما حسيت بها، قال لي راكي عارفه المشاغل وداك الشيء وهذا، سمحي لي انا ما درتش في بالي، انا دغيا دازت عندي ديك 10 ايام وراك عارفه طلعوا الهبوط والبيع والشراء والمشاغل واختي وهذا. انا تنبكي، الدموع تيهبطوا ليا ما بغاوش يحبسوا من عينيا. قلت ليه علاش غير زعما ما قلتيش واش هاد البنت مريضه ولا ماتت ولا تسرقات ولا تخطفات ولا غير صوني غير عليا سول فيا. قال لي والله ما رديت البال بلي راه 10 ايام اللي دازت. بكل بروده تيهضر معايا. قلت لي صافي انا دابا غادا في حالي. قال لي صافي سيري تنعاودو نهضروا بحال هكا. طفات ديك الشعله ديال الحب اللي كانت بيناتنا، طفات من جهته هو. وانا نمشي للدار وعيطت ليه بحال ديك المدلوله، وبقيت كنهضر معاه وبحال اللي كتكبي الماء على القرعه. كيجاوبني هو غير بايه. ايه واش غديري؟ تيبقى يقول لي ايه واش غديري اودي، ايه واش غنقول لك اودي، بحال هكا. وانا نهضر معاه وكنقول لي عصام الله يرحم لك الوالدين، غير قول لي انك ما بقيتيش باغيني، قول لي ان نمشي صافي نشوف شي جهه اخرى ولا. وانا حاسه به انه هو ما بقاش باغيني، ولكن بقيت فيه، يعني ما عنده حتى شي مبرر ولا شي سبب، ولا بقيت فيه فقط. صافي حتى واحد النهار هو يقول لي
حتى واحد النهار هكا بقينا في ديك اخذ ورد وداك المشادات وداك قلتي لي قلت ليك وحشومه عليك وصوني وما تصونيش انت ونصوني انا، بقينا مده هكاك. واحد النهار عاوتاني وانا نعيط ليه بحال الحمقى، وانا نقول ليه عصام محشومه عليك، هادشي اللي وصلتينا ليه، انا حاسه بك ما بقيتيش باغيني، انا كذا انا كذا. صافي عصام، انا نجي نسهل عليك القضيه ونجي من جهتي ونقول لك الله يعاون تفارقوا صافي. قال لي هذه يا اخر هضره عندك، متاكده من هادشي اللي كتقولي؟ قلت له متاكده والله يعاونك ويعاوني يا خويا. قال لي صافي انت تعرفي. صافي وقطعت. وانا كنقول راه اكيد غيعاود يعيط لي، راه غير يعني متيقت انه صافي غادي صافي بهاد البساطه تنتهي ديك العلاقه ديال 5 سنين. عاوتاني ما كيعيط ما حتى شي حاجه، وانا نهز التليفون وبقيت كنصوني عليه، كنصوني ما كيجاوبش. واحد اللحظه هو يبلوكيني، صافي تنصوني تيطلع ليا ديك اللعيبه ديال انه راه بلوكاني. دخلت الواتساب لقيتو بلوكاني، دخلت الفيسبوك لقيتو بلوكاني، اختفى. صافي بقى فيا الحال بزاف ومرضت فيها، ومرضت وكندير شواهد طبيه، كتسالي ديك الشهاده، كندخل نخدم شويه كندير عاوتاني شهاده طبيه. فريمون مرضت بزاف، صحتي وما حيلتي الهضره ديال الناس والهضره ديال صحاباتي اللي كيقولوا لي شوفي دوز بك الايام تعيا، تجرجرتي انت وياه كليتو الزريعه تعيتو في الاخر فاش خدم قال لك الله يعاون. يعني صعيب هذا الشيء البنات، صعيب بزاف هذاك الشيء. راه شحال من وحده مدوزه وغتحس بيا، واللي ما دوزاتوش ما بغيتش لها كاع ربي نشعر، ما بغيتش لها صدر ربي يدوز لها التجربه حيت صعيبه بزاف وخايبه. وشحال من وحده مشى لها عقلها، شحال من وحده تسطات، شحال من وحده. كاينين البنات مساكن اللي رهافات وضعافات كيخرج عليهم هذا الشيء هذا. صافي دازت مده طويله وانا نهضر واحد النهار مع واحد صاحبو غادي ل 4 شهور وانا هكاك، وهضرت مع واحد صاحبو كان خدام في لاصال كوتش ديال الجودو، مدرب ديال الجودو، خدام في واحد لاصال كبيره عندنا في المدينه، وكان صاحبو انتي منذ الطفوله، وكان سميتو عبد الرزاق. وهضرت معاه قلت لي عبد الرزاق صافا انا فلانه، كان كيعرفني. قال لي كي دايره اختي لاباس عليك؟ نهار كبير هذا غير في الواتساب تنهضروا، كنبكي وتنهضر معاه. قلت لي غير سمح لي يا عبد الرزاق، انا عارفك ماشي صاحبتي، ماشي شي بنت اللي غنبدا نتعاود عليها، انت راجل، ولكن انا راه صافي راه وصلت بيا العظم، وبغيتي نقول لك بلي راه صاحبك راه شنو دار ليا شنو دار ليا شنو دار ليا. عاودت ليه داكشي كامل اللي دار ليا، وعيط لي مسكين وبقى يهضر معايا ابيل هذاك عبد الرزاق. قال لي ما تقوليش ليا انه خلاك بهذه السهوله وقال لك الله يعاون من نهار خدم. قلت لي لا نقول لك، وبقيت تنبكي ما قدرتش نتمالك راسي، تنبكي عليه في التليفون وهو مسكين كيسمعني وتيقول غير لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي هذا راه كلب، هذا راه ماشي بنادم. قال لي راه هادشي انا راه ما تيقتوش. قال لي شوفي الصباح غدا الصباح غنمشي عنده وغنهضر معاه وغنرد عليك. وانا نقول ليه شوف عندك تحزروا ولا شي حاجه، انا راه ما باغاش نحزروا، انا راه غير بغيت نفش قلبي يا خويا ونهضر معاك وصافي، ما راه ما بقاش امل مع داك السيد واصلا كرهته. قال لي كوني هانيه، ومشى عنده الصباح. وبقيت انا كنتسناه بحال الحمقى، انا خدامه ديك الساعات في السبيطار، كنتسنى يا ربي صوني عليا يا ربي صوني عليا. صوني عليا مع 12 ديال الظهر، وقت الظهر، وانا نجاوبو. قلت ليه شنو اخويا عبد الرزاق شنو كاين؟ قال لي شوفي حتى تمشي للدار بالليل العشيه ملي تسالي الخدمه ونهضر معاك. قلت ليه واخا. بطا عليا فوقاش يدوز داك النهار ديال السيرفيس، وانا نمشي لهذا للدار، وصونيت عليه وعيط ليا، وقال لي اختي راه هضرت معاه وراه السيد بصح انا عارف تفارقتو داكشي. قال لي وانا راجل غنقول لك اشنو كاين اختي. قال لي بلا ما تبقاي تكذبي على راسك ونعطيك الامال ولا نحاول نقاد لك معاه، يعني نلاقيك معاه ونرجعكم لبعضياتكم. قال لي انا راجل وكنفهم الرجال كي كيتصرفوا. قال لي من خلال الهضره ديالو عليك ومن خلال الاجوبه ديالو داكشي اللي قال لي السيد صافي ما بقاش باغيك اختي وكيفكر في شي وحده اخرى وبانوا ليه افاق اخرين. قال لي والله اعلم راه شي وحده جابتها معاه اختو من برا، شي قوريه راه غيتزوج بها وباش على الوراق وهذا وهذا. قال لي المهم كاين تخلوي تما. قال لي غير خليك اختي بكرامتك وصافي خوي راسك من هذا السيد هذا. صافي بقيت كنبكي وقلت ليه ماشي مشكل اخويا عبد الرزاق، اصلا انا ما عندي باقي حتى شي امل وخويت قلبي صافي راه 4 شهور تبارك الله راه بزاف. صافي بقات علاقتي مزيانه مع عبد الرزاق، ولينا كنخرجوا انا وياه مره كيجي يديني نمشيو نشربوا شي حاجه ولات علاقه ديال الاخوه زوينه بزاف. حتى لواحد النهار تصدمني وداني لواحد البلاصه بطوموبيلتو، داني حتى لواحد البلاصه خاويه
واحد التجمع سكني الله بادي بحال قلتي شي تجزئه. وانا كنتعجب مع 8 د الليل 8 د العشيه كنقول ليش هاد البلاصه الا جبتيني واش تسطيتي؟ قال لي راه نقول لك واحد الحاجه وخفتك لا تقمعيني. قلت لها شنو؟ قال لي انا كنبغيك وباغي نتزوج بك على سنه الله ورسوله، ما بغيت لا نتصاحب معاك لا والو. صافي انا حسيت بواحد الدوخه شدادني وانا ما كنتش نبغيه كاع، يعني كان ديك الساعه بحال خويا، وديك الساعه انا يلاه تجرحت في الحب. صافي ما بقيت باغا حتى واحد، مازال تنبغي عصام. صافي وارتبكت بزاف وطلعت لي السخانه قلت لي غير عطيني سميتك عبد الرزاق شويه د الوقت غادي نمشي نفكر ونجاوبك. صافي وردني في الطوموبيل لدارنا، وديك الطريق كامله وحنا راجعين لدارنا وانا ساكته وهو ساكت، غير الراديو اللي طالقين في الطوموبيل. زيد 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 ومسافه طويله حتى وصلت وحطني. صافي من تما ما بقيتش كنهضر معاه، فايته سيمانه ما بقيتش كنهضر معاه. وكنقول مع راسي دابا الا تصاحبت مع هاد السيد هذا ودرت معاه علاقه راه غير حيتاش غنظلمو، راه غير حيتاش مازال ما نسيتش الاولاني. مع ذلك فاش دازت هذيك السيمانه وعيطت له قلت له اهلا عبد الرزاق صافا كي داير لاباس عليك، واش ممكن نتلاقاو؟ قال لي نتلاقاو. وتلاقيتو في واحد القهوه كنا ديما كنتلاقاو فيها. ونقول ليه الصراحه ديك الهضره اللي قلتي لي راه عجبتني، والصراحه انت انسان في شكال وانسان راجل 100,000 وحده تمناك، وانا قلت لها انا خفت غير نظلمك وما عارفاش راسي واش نسيت عصام ولا باقي. انت ماشي ديال انني نلعب بك بمشاعر ديالك ولا هذا ولا هذا. قال لي انا ما عنديش مشكل، انا ماشي دري صغير، انت غير عطيني فرصه وغيكون خير. قلت لي واش ما عندكش مشكل واخا انا مدوزه 5 سنين والناس كاملين عارفيني 5 سنين مع صاحبك؟ قال لي ما عنديش مشكل. شتي ولو انك تكوني كنتي كتمشي معاه للديور، ولو كنتي حامله معاه ولدتي معاه وما عرفت شنو وقع، انا ما عنديش مشكل. قال لي انا بغيتك انت كشخص، ما بغيتكش انت كجسد ولا كعذريه، ولا انا ماشي شغلي شنو دوزتي معاه. انا اصلا الصراحه ما كنتش دوزت معاه شي حاجه خايبه، كنا فقط علاقه حب يعني نظيفه انا وعصام. عجبني بزاف عبد الرزاق فاش قال لي بحال هكاك وكبر بزاف في عينيا. صافي ومن تما بدا تيهتم بيا كيجيب لي كادو، تيتهلا فيا، تيعيط ليا، تصيفط لي الميساجات ديال الحب في الصباح في العشيه. عمر لي واحد الفراغ كبير. حقا ما كنتش تنبغيه في هذاك الوقت، ولكن كان عزيز عليا. وهكاك وجا خطبني وتزوجنا انا وياه وما كنبغيش، ودوزنا الشهر الاول والثاني ديال الحب ديال الزواج وما كنبغيش. حتى من بعد عاد بدا تيجي الحب شويه بشويه، تيجي الحب بشويه بشويه. دابا 4 سنين وانا مزوجه به وعايشه معاه واحد الحب خيالي، وكنبغيه لواحد الدرجه لا تتصور قداش انا تنبغي عبد الرزاق الله يخليه ليا. وعصام كنشوف وانا وياه تندوزو من حداه وكلشي وتيجيني عادي. راه اي واحد تتبغيه واخا تبغيه لمده 20 عام راه غتنسيه، يولي يجيك عادي. وليت كنشوف فيه تنقول واش انا كنت كنبغي هذا الشخص هذا، راه ما يمكنش. وكانت هذه هي قصتي، وشكرا لكم بزاف على الاستماع.